ما بين سبتمبر بسنه 2000 واكتوبر 2001 لعب المنتخب الوطني المغربي مجموعه من المباريات القويه في واحد الظرف وجيز تزامن تصفيه ديال كاس افريقيا وتصفيه ديال كاس عالم 2002 اللي غتلعب في كوريا الجنوبيه واليابان. في جويه 2001 خسر المنتخب الوطني المغربي رهان التاهل الى مونديال 2002 بعد الهزيمه الشهيره في دكار امام المنتخب السنغالي ب1-0 رغم التالق الكبير ديالو في مشوار التصفيات والتغلب ديالو ذهابا وايابا على الجزائر والفوز ديالو على المنتخب المصري. من بعد الاقصاء بشهرين فقط ضمن المنتخب المغربي التاهل ديالو الى الكان 2002 اللي غتلعب في مالي، وكلشي كان كيراهن على هاد كاس افريقيا هذه باش يمحي الاثار ديال الاقصاء من تصفيات كاس العالم. خدم مع المدرب امبرتو كويليو جون عناصر اللي كانت كتشكل النواه ديال المنتخب 98 زائد مجموعه من اللاعبين الاخرين اللي هما جداد. وفور الوصول الى مالي بدات كتسرب اخبار على وجود مشاكل ما بين اللاعبين، تارة ما بين عبد السلام موادو صلاح الدين البصير اللي كان بدا واحد المشكل بيناتهم من المباراه ديال التصفيه ضد كينيا في نيروبي، ومشاكل ما بين كاماتشو وعبد السلام موادو اللي في اخر المطاف غيتم الترحيل ديالو الى فرنسا. في المباراه الاولى تعادل المنتخب المغربي امام غانا بدون اهداف، وفي الماتش الثاني كان خاصنا نتفوقوا على منتخب بوركينا فاسو لان تبعنا المباراه الثالثه اصعب ضد جنوب افريقيا. الماتش ضد بوركينا فاسو حقق المنتخب الوطني المغربي الاهم وفاز ب2-1، الثنائيه اللي كان سجلها اللاعب الراحل هشام الزروالي المهاجم السابق ديال الجيش الملكي اللي وفاته المنيه لاحقا بعد سنوات. في الماتش الثالث والاخر ضد منتخب جنوب افريقيا كنا محتاجين نقطه تعادل فقط باش ندوزوا لدور ربع النهايه، لكن للاسف انهزمنا ب3-1 وبواحد الطريقه مذله جدا، وحتى وحنا منهزمين ب3-1 كنا غندوزوا للدور الموالي لان بوركينا فاسو كانوا متفوقين على غانا ب1-0 الى حدود الدقيقه 90، وفي الدقيقه 91 و93 سجل منتخب غانا امام استغراب الجميع 2 الاهداف باش يرافق منتخب جنوب افريقيا الى دور ربع النهائي، وخرج المنتخب المغربي مره اخرى من الدور الاول للمره الثانيه على التوالي. النسخه ديال مالي 2002 كانت شاهده على نهايه واحد الجيل ديال كاماتشو، مصطفى حجي، البهجه، روسي، صابر وباصير، وتم من بعد التعاقد مع بادو الزكي وتجديد المنتخب بالكامل، وهادشي اللي غنشوفوا في الحلقه المقبله ديال تونس 2004 اللي غتكون فيها مفاجاه.